لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. مبروك لشعب مصر، مبروك لكل مصر وكل المصريين، مبروك لمصر أم الدنيا بطلة أفريقيا، مبروك للنادي الأهلي حصوله على دوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12 في تاريخه، وكمان نادي الزمالك لحصوله على الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه. الأهلي والزمالك زعماء أفريقيا وهيلتقوا الاثنين في السوبر عشان يكون البطل مصري. حلقة النهاردة مش هنتكلم لا في فنيات ولا في تشكيل ولا مين لاعب كويس ولا مين لاعب وحش ولا التشكيل ايه. النهاردة هنفرح مع مصر وشعب مصر، بس النهاردة مصر بتفرح. هنتفرج على الأهداف وكمان هنشوف الاحتفالات والتتويج للنادي الزمالك وللنادي الأهلي بطل أفريقيا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظرونا وحلقة النهاردة من حواديت رياضية على HTV مع الأهلي والزمالك زعماء أفريقيا، ولكن بعد الفاصل. مبروك لمصر أم الدنيا، مبروك لجمهور النادي الزمالك ومبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لشعب مصر. شعب مصر اللي بيستحق يفرح. مصر النهاردة بتفرح وشعب مصر كله بيفرح بالأهلي وبيفرح بالزمالك. كنا وعدناكم واحنا واقفين أمام عتزة HTV إن احنا لو نادي الزمالك او اي نادي في مصر غير النادي الاهلي خد اي بطوله افريقيه قاريه هنيجي وهنعمل حلقه وهنحتفل بيه. النادي الزمالك خد بطوله الكونفدراليه للمره الثانيه في تاريخه. هنتكلم برضو شويه عن نادي الزمالك قبل ما نختم بالنادي الاهلي بطل افريقيا. نادي الزمالك اللي لعب في النهائي امام فريق نهضه بركان، وكان اللقاء الاول هناك عند نهضه بركان في ملعبه وسط جمهوره، وبتخلص النتيجه 2-1 لصالح نهضه بركان اللي اتقدم بهدفين على نادي الزمالك، وبدات المهمه كانت تتصعب على الفارس الابيض. ولكن هدف سيف الجزيري اللي كان في نهضه بركان هناك في ارضه وسط جمهوره، كل جمهور نادي الزمالك اول اللي بيفهموا كوره قالوا ان ده هدف البطوله. ليه هدف البطوله والزمالك مغلوب 2-1؟ عشان الزمالك محتاج في وسط جمهوره وفي وسط 70-80 الف مشجع مصري زملكاوي موجود في ارض استاد الرعب استاد القاهره، لو جاب الزمالك هدف واحد هياخد البطوله. وهو ده اللي حصل. مباراه مقفوله، مباراه غلسه كده بلغه الكوره، الزمالك بيفك الاشتباك فيها بهدف الوافد الجديد احمد حمدي اللي بيجيب هدف جميل جدا 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 بيصل بنادي الزمالك لمنصات التتويج. ومن هنا بنقول لاحمد حمدي الف سلامه عليك بعد البطوله. واضح ان هو خد عين ولا حاجه وعنده صليب، ان شاء الله يرجع بالف سلامه. وبنقول لجمهور نادي الزمالك اللي كان ليه الحق الاصيل واللي هو كان نمره واحد في الملعب، الف مبروك. تعبوا كتير قوي، استنوا اللحظه دي كتير جدا، واصبح نادي الزمالك عنده بطولتين من الكونفدراليه، وبيفوز نادي الزمالك في وسط ارضه وجمهوره على نهضه بركان بهدف 1-0. وبالنتيجه دي بيصعد الزمالك لمنصات التتويج وبيفوز بالكونفدراليه. وبنقول له الف الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك اللي تعب الفتره اللي فاتت لغايه ما حصل على بطوله افريقيا. وانتظرنا مباراة النادي الأهلي وختامها مسك. النادي الأهلي اللي راح لاعب في تونس أمام الترجي في مباراة كانت صعبة جدا. الترجي اللي مستواه اختلف جدا واتغير، وفي استاد في تونس قصاد نادي الترجي وسط جمهوره، مباراة صعبة جدا على لعيبة النادي الأهلي. ولكن مارسيل كولر ولاعيبته كانوا على قدر المسؤولية وكانوا واقفين على رجليهم في الملعب، ويمكن كانوا أفضل وأحسن من الترجي اللي كان مدربه البرتغالي الغريب جدا، اللي أعتقد إن هو كان بيفكر في حاجة واحدة بس، إن هو ما يدخلش فيه هدف. كان بيفكر ما يجيش فيه جون حتى لو هو مش هيكسب، يعني لو هو حتى ما جابش في النادي الأهلي جون وما كسبش على ارض وسط جمهوره ما يخشش فيه جون، لان الهدف في مرماه على ملعبه طبعا بيصعب عليه المهمه جدا، وبيبقى الهدف بهدفين. وبيجوا القاهره وعندهم معنويات وعندهم طموح ان هم يكسبوا النادي الاهلي او يجيبوا هدف، لان جون واحد بس للترجي في مصر بيخلي النادي الاهلي محتاج انه يجيب هدفين. ولكن كان مارسيل كولر ولاعيبته وجمهور النادي الاهلي اللي كان من الساعه 2 الظهر موجود في ارض استاد القاهره بيهدوا وبيهزوا الملعب كله في استاد القاهره، كان ليهم عامل كبير جدا جدا. وفي اول 4 دقائق ومن كورنر بيطلع رامي ربيعه اللي بيحقق رقم تاريخي، رامي ربيعه، وبيطلع بيركب الكوره وبيحط هدف جميل جدا جدا بتخبط في رجل او مدافع الترجي وبتغير اتجاهها وبتروح في الشباك الترجي التونسي. والنادي الاهلي بعد 4 دقائق بيجيب هدف بيريح اعصابه واعصاب جمهوره. وجمهور النادي الاهلي انتظر بقى انه يكون في نتيجه كبيره اكتر من هدفين او 3، ولكن بنتفاجئ
ان الشوط الاول بيعدي بعد ما النادي الاهلي عمل فرصه واثنين وثلاثه ما كانش فيهم اهداف، والراجل مارسيل كولر هنبقى بنتكلم في حلقه تانية عنه، قلنا النهارده مش هنتكلم غير في الاحتفاليه، كان عنده شويه اخفاقات كده في التغييرات او في تاخير التغييرات في الملعب، كان في كام لعيب غير موفق. ولكن الشوط الثاني اتفاجئنا ان الترجي اصبح خطر شويه ومسك كوره على النادي الاهلي وبدا يمسك كوره في نص الملعب، وبفضل كام تغيير اللي تموا في الدقيقه تقريبا 70 او 75 النادي الاهلي بدا يمسك كوره بفضل وجود اللعيب الحريف قفشه اللي بيعرف يمسك كوره في نص الملعب، وبفضل وجود كمان كهربا المشاغب. والنادي الاهلي يمكن ضيع فرصه او اتنين في الشوط الثاني، ولكن جمهور النادي الاهلي بدا يحط ايده على قلبه، لان في اخر 10 دقائق اي هدف لنادي الترجي التونسي بيعتبر بمثابه خروج النادي الاهلي وفوز الترجي التونسي، لانه هنبقى النادي الاهلي محتاج يجيب جون تاني، وفي التوقيت ده كان هيبقى الموضوع صعب جدا. ولكن كان في تنظيم دفاعي قوي جدا للنادي الاهلي بفضل وجود محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، ونزل لهم ياسر كمان ابراهيم اللي كان غايب، واليو ديانج في نص الملعب، ومروان عطيه، وامام عاشور اللي كان ماسك كوره، وقفشه لما نزل. يعني كل لعيب فيهم كان ليه دور، والنادي الاهلي قدر ان هو يقفل المناطق الدفاعيه، ومن وراهم الحارس الامين اللي هيبقى ان شاء الله في الفتره اللي جايه بعد الشناوي هيبقى حارس مصر الاول، وهو مصطفى شوبير. والنادي الاهلي بيصفر الحكم وبينهي اللقاء بفوز النادي الاهلي على نادي الترجي التونسي بهدف وحيد، ليتوج النادي الاهلي بطلا لافريقيا للمره ال12 في تاريخه. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، ومبروك لشعب مصر كله. طبعا كلنا اتفرجنا وكلنا شفنا القهاوي والكافيهات والانديه ومراكز الشباب، مصر كلها كانت النهارده قاعده امام الشاشات، ده غير ال80,000 او ال100,000 اللي كانوا موجودين في استاد القاهره. جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الزمالك، جمهور مصر هم البطل الحقيقي، هم اللي ليهم الحق يفرحوا. شعب مصر كان يستحق الفرحه. مبروك لشعب مصر، مبروك لجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك، ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي. وان شاء الله هيلتقي الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي، وهيكون السوبر الافريقي من نصيب احد القطبين الاهلي والزمالك، وفي الاخر البطوله هتكون موجوده في مصر. مره تانية بنبارك لشعب مصر. والنهارده زي ما حضراتكم شفتوا احنا اتكلمنا عن بس فرحه جمهور مصر وجمهور الاهلي والزمالك، واتفرجنا عن الاهداف، ودلوقتي كمان ادي احنا بنتفرج على التتويج. دي اهم حاجه عند الشعب المصري، ان هو كان يستحق الفرحه. والنهارده مش عايزين نتكلم في اي حاجه ولا اي سلبيات تمت. من هنا من امام عدسه HTV بنبارك لجمهور النادي الاهلي ولاعيبته ومجلس ادارته، بنبارك لنادي الزمالك وجمهوره ولاعيبته ومجلس ادارته. مليون مبروك لشعب مصر، مليون مبروك للقطبين، وفي انتظار مباراه السوبر الافريقي اللي ان شاء الله تليق باسم القطبين. ودايما علم مصر عالي وخفاق. ان شاء الله النادي الاهلي والزمالك يشرفونا في مباراه السوبر القادمه اللي سمعنا ان هي ممكن تكون في المملكه العربيه السعوديه. نتمنى نشوف مباراه جميله ونيجي امام عدسه HTV ونتكلم معاكم ونفرح ونحتفل مع الاهلي والزمالك. لكل جمهوري جمهور حواديت رياضيه، انتظروني وحلقه جديده وحلقه كاس السوبر بين الاهلي والزمالك، والى اللقاء.